مرحبا جميعا، وياكم كيرا، ورجعت لكم فيديو جديد. قبل لا نبدأ بهذا الفيديو أدعوكم حتى تشتركون بالقناة وتفعلون زر الإشعارات حتى توصلكم التحديثات أول بأول. اليوم عندنا نسخة تيك توك كيرا بالإصدار الجديد، وهذا التحديث راح يكون كلش قوي. راح يحتوي على مميزات انتم طلبتوها، راح تفيدكم كلش هواية. فتابعوا الشرح للنهاية وخلوا لايك للمقطع. يلا نبلش بالشرح. راح يكون عندنا نسخة تيك توك واحدة عكس الإصدارات السابقة اللي كانت تحتوي على نسختين، إضافة إلى التطبيق المساعد أو الملحق أو البلوجن، شو تحبون سمونه. أول شي نسويه نثبت التيك توك وننتظر التيك توك حتى يتثبت معانا. الآن بعد اكتمال التثبيت نضغط على كلمة تم ونسوي تثبيت لتطبيق الملحق أو البلوجن. نسوي له تثبيت، راح يثبت ويانا. الآن نضغط تم ونروح نشوف التطبيقات اللي ثبتت ويانا، اللي هي الملحق وتطبيق التيك توك. أول شي نسويه هو نفتح التيك توك ونسجل دخول بالحساب الشخصي مالتنا. طبعا للتنويه، النسخة أول ما تفتحونها راح تفتح وياكم بهذا الخط اللي هو خط الآيفون، راح يكون موجود وياكم. نتوجه إلى الملف الشخصي ونسجل دخول بالحساب الشخصي مالتنا. الآن بعد ما سوينا تسجيل الدخول نتوجه إلى تطبيق الملحق أو البلوجن. ملاحظة، هذا التطبيق تقدرون تستغنون عنه وتكتفون باستعمال نسخة تيك توك كيرا فقط. الآن نسوي فتح للبرنامج وراح تفتح لكم هذه الواجهة. أول ميزة عندنا اللي هي خيار فرض المنطقة أو تغيير المنطقة الخاصة بالمشاهدة. على سبيل المثال أنا أريد المحتوى يكون فقط محتوى من دولة العراق، نكتب العراق ونضغط عليها. بعدها نضغط على كلمة التالي، بعدها نختار مشغل الشبكة. مرات ما يظهر لكم فيديوهات، تسوون تغيير للمشغل مال الشبكة. على سبيل المثال أنا راح أختار الاختيار الثاني وأضغط تطبيق. الآن أسوي خروج من تطبيق التيك توك، بعدها أسوي له تشغيل من هنا، ومباشرة راح يتغير المحتوى عندي. مثل ما تلاحظون راح يحمل شوية ويتغير المحتوى تلقائيا إلى محتوى عراقي. الآن نرجع إلى تطبيق الملحق. راح تشوفون خيارات إزالة العلامة المائية من الصور والفيديوهات مفعلة عندكم، كذلك من الصور الGIF أو المتحركة راح تكون مفعلة عندكم. أما بالنسبة لوضع الشبح، راح يكون وضع الشبح إخفاء الحالة اللي هي متصل، وإخفاء سجل المشاهدات، كذلك إخفاء قراءة الرسائل. أما بالنسبة لتحميل الفيديوهات بدون صوت، راح تحملون الفيديو بدون أي صوت. الإعدادات كلها باللغة العربية، وأعتقد هي مشروحة قدامكم، يعني ما تحتاج شرح، لكن للفائدة لا أكثر. أما بالنسبة لخيارات التسلسل الزمني وخيارات التقديم والتأخير راح تكون أيضا مفعلة تلقائيا، تقدرون تفعلونها وتشغلونها على حسب رغبتكم. الآن ننزل إلى الأسفل إلى خيار الخط والإيموجي، نضغط على خط الواجهة وراح تشوفون عندنا عدة خطوط. على سبيل المثال أنا راح أختار الخط الأول وأضغط تشغيل. مباشرة راح يتغير الخط وياي مثل ما موضح قدامكم. لو توجهت لأي محادثة، على سبيل المثال هذه المحادثة، وإجيت أكتب أي نص على سبيل المثال، راح تشوفون إنه الخط راح يكون خط آيفون. أما لو إجيت أجرب إيموجي، ما راح يكون عندي الإيموجي بشكل الآيفون. فلحل هذه المشكلة نضغط على خيار تفعيل إيموجي الآيفون، بعدها أضغط تشغيل وأتوجه إلى صندوق الوارد. راح تشوفون إنه إيموجي الآيفون
تفعل وياي وأقدر أستعمله سواء داخل شاشة المحادثة أو داخل شاشة الدردشة. وبهذه النسخة تم إصلاح زر البصمة الصوتية. الآن تقدرون تدزون بصمات داخل المحادثة قدامكم، سوي له إرسال وراح يتم الإرسال مباشرة مثل ما موضحة قدامكم. تم إرسال البصمة. أما بالنسبة للملصقات والصور راح تكون أيضا موجودة عندكم مثل ما موضحة قدامكم. أما بالنسبة للإضافات الأخرى واللي ما شرحناها، اللي منها مسار الفيديوهات وتحديد مسار الصور، كذلك إعدادات تغيير ألوان الواجهة، وبقية الامتيازات اللي ما شرحناها. أما بالنسبة للإيموجي بالخط، إذا فعلتوا خيار الإيموجي ما راح يكون عندكم خيار الخط مفعل، لازم تسوون إلغاء للإيموجي حتى يتفعل عندكم الخط. على سبيل المثال راح أختار هذا الخط وأخرج من التيك توك وأرجع أسوي تشغيل، راح تشوفون إنه الخط تغير وياي. لو توجهت لأي مكان على سبيل المثال شاشة المحادثة راح تشوفون إنه الخط تغير وياي. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الشرح. إذا عجبتكم النسخة لا تنسون تعطوني رأيكم بالتعليقات، وسلام.